ثلاث ممثلين أبطال لا يستحقوا دور البطولة في السنين اللي جاية تماما. رقم واحد هو بالنسبة لي وللأسف أستاذ محمد هنيدي. أستاذ محمد هنيدي أنا أظن يعني، ويمكن أكون غلطان، إن آخر فيلم حلو عمله هو فيلم أمير البحار في 2010. بعد كده هو أنا بالنسبة لي بقالي 14 سنة ما شفتش منه ولا فيلم حلو. بره مصر انت بتعمل عملين بيفشلوا بتريح. انا ما اعرفش احنا ليه في مصر ممكن نستنى ممثل 14 سنه يعمل لنا فيلم حلو وفي الاخر كل فيلم اسوأ من اللي قبله بالنسبه لي، يعني مع ان هو اسطوره ولكن وهو صغير. ما اعرفش بقى لما كبر هو مش مقتنع انه كبر على ما اظن بده يعني. رقم اتنين بيومي فؤاد. هتقول لي هو بيومي فؤاد طلع في اعمال بدور بطوله يعني؟ اقول لك للاسف يعني في اعمال كتير غالبا محدش بيشوفها ولا هو بيشوفها. يعني انا اخر فيلم هو طلع فيه بدور البطوله على ما اظن، لو انا مش انا غلطان يعني، اسمه اسود ملون. كان بطولته هو وعصام صاصه قبل ما يتسجن. يعني عصام صاصه الفيلم نزل من هنا، عصام صاصه دخل السجن